ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تفسير الورد في المنام. الورد في المنام من المبشرات بالخير. وزي ما قلت لكم الاحلام بيبقى فيها مبشرات وفيها انذار، لكن الورد من الحاجات الجميله. لو بنت حلمت بالورد الابيض فده بشرة خير ليها، انها ان شاء الله ربنا يكرمها بالزوج الصالح، وان هو يكون على خلق وعلى دين، وان هو هيكون انسان ذو شأن عالي. ولو واحدة متجوزة وحلمت بالورد فده بشرة خير ان ربنا يرزقها بالذرية الصالحة. ولو حد داخل في شغل او في التجارة وحلم بالورد فده بشرة خير ليه، ان في ارباح سريعة جاياله. الورد في المنام من فرص العمل السريعة، يعني فرصة عمل هتيجي بس هتكون هتخلص بسرعة، يعني مش هتستمر طويلة. وبرضك من تفسيرات الورد في الحلم ورود غائب. يعني ايه ورود غائب؟ يعني حد هيكون مسافر وهيرجع من السفر، ويرجع ان شاء الله بالخير، ويكون ربنا يكرمه بالسلامة. وديت بتبقى بشرة خير حلوة. لكن من الحاجات اللي فيها انذارات في رؤية الورد، لو حد حلم بورد اسود او اصفر فده هموم او امراض او احزان. او حلم بورد دبلان ففي مشاكل هيمر بيها، فيكون على حذر. لو هو حلم بالرؤية دي يكون على حذر في الفترة اللي جاية، ان هو ما يتسرعش في قرارات او يدخل في نقاشات مع حد ممكن تجيب له مشاكل او هموم. وزي ما اتفقنا الاحلام بتبقى فيها رؤى مبشرة ورؤى منذرة، فما ناخدهاش كده مرور الكرام، ونحاول ان احنا نهتم برؤية وما نقصهاش على اي حد غير لما يكون حد فاهم تفسير الرؤى. ويا رب كده دايما ابشركم بالخير.